واش بصح باقا شارع الامتحان وانت باقي ما قريتي والو؟ كتحس براسك مضغوط وكتقول انا غير كنضيع، وكتقول راسي عامر ولكن ما حافظ والو. سمعني مزيان، الا كنتي حتى انت كتحس بحال هكا في هاد الفيديو ليك وخليك حتى الاخر باش تعرف شنو خاصك دير. وراه شهر راه كافي باش انك تراجع وتجيب واحد النقطة اللي كتحمر الوجه، سواء كانت عندك المراقبة المستمرة، سواء امتحانات إشهادية، سواء دي كونكور، سواء مباريات ولا أي امتحان في الدنيا كيما بغا يكون. خاصك غير أنك تخدم عقلك وأنك تعرف كيفاش أنك تسير وقتك. تواجه الواقع قبل ما تواجه الامتحان، حيث الإنسان الناجح ماشي هو اللي ما كيطيحش، بالعكس الناجح هو اللي كيطيح مرة جوج ثلاثة ولكن كيعاود يوقف من جديد. كما كيقول نيلسون، انت اليوم في اختبار حقيقي. واش غادي تبقى كتشكى او لا غادي تغرس رجليك وتقول هاد الشهر غادي نغبر عليهم وغادي يشوفوا النتيجة فقط؟ والخطوة باش الإنسان أنه يبدأ هي أنه يعرف كيفاش ينظم وقته. وغادي نجيو لواحد من أقوى كتب تنظيم الوقت اللي سميتو ديب وورك، اللي كيقول أنه التركيز العالي ولو لساعة وحدة كل نهار يخليك على أنك تفوق على ناس كيدوزو نهار كامل وهما كيقراو مشتتين. يعني ساعة وحدة رتبتي فيها داكشي اللي غادي دير فيها حسن من واحد كيقرا نهار كامل ولكن داكشي مشتت، يعني مادة من هنا مادة من هنا مادة من هنا وما عارف واش تيدير. من خلال الدراسات اللي كيقوموا بها في بلدان كثيرة وحنا نتخصصوا هنا في المغرب خاصة، فعلى سبيل المثال كنلقاو أنه بزاف ديال التلاميذ يعني في البكالوريا كيكونوا دازوا من واحد النقط اللي طايحة بزاف، وكيكونوا قراو في آخر الشهر وداروا مجهود وكيحصلوا على نقط جيدة في آخر السنة. يعني كتكون عنده المراقبة طايحة ولكن موراها كيجتهد وكيدوز امتحان البكالوريا، وفي الأخير كيلقى أنه جاب نقاط مزيانة رغم أنه في المراقبة المستمرة كان ضعيف. يعني كما كيقول أحمد الشقيري: حين قررت أن أبدأ من جديد لم أحتاج إلا قرارا صادق وجهد منتظم. وهذا الشيء بالضبط هو اللي خاصك قرار، تنظيم وجهد. ولكن باش أنك دير هاد الشيء كامل لابد من واحد الحاجة اللي مهمة بزاف، وهي أنه خاصك تقلع على الهاتف ديالك، حيت الهاتف هو أكبر سارق لأحلامك. حيت الهاتف كيبقى يشتتك، كتبقى تدخل لي زابليكاسيون، كتبقى طالع في الريلزات، يعني هذا تابع الاخر تابع الاخر، شنو دار هذا شنو دارت هذه، وكتنسى شنو ناوي دير انت داك النهار، شنو درتي في البلان انك ديرو داك النهار مجرد انك شديتي التليفون في يديك. يعني الانسان يخدم بالمقولة المعروفة اللي هي: الهاتف ديالك أذكى منك في إهدار الوقت، ماشي مشكل ولكن حاول أنك تجاهله. يعني التجاهل هو أكثر حاجة باش أنك تتبع الخطط ديالك وداك الشيء علاش غادي نتايا. والحاجة الأخرى اللي هي مهمة بزاف هي الصحة، حيت كما كنقول الصحة زائد التركيز كتساوي عقل قوي. حسب عدة دراسات فالناس اللي كينعسوا 7 حتى 8 السوايع كتزيد عندهم قوة الحفظ بنسبة 30%. كذلك بالنسبة للرياضات بحال المشي، تمارين التنفس، كتزيد التركيز وكتقوي الأعصاب. يعني النجاح ماشي غير قراية أو لا تخطيط أو لا دير بلان أو لا تسترا هدف ديالك واحد الورقة، بالعكس هي راه واحد المنظومة كاملة فيها أنه تعرف تنظم وقتك اللي هي الحاجة الأولى اللي دوينا فيها، زائد التغذية، زائد النوم، زائد التمارين الرياضية، زائد راحة نفسية. عارف حاجة وأنت كتقرا لذاك الامتحان انك تكتب ولو عبارة تحفيزية في شي ورقة قدامك وديرها في الحيط، تكتب فيها مثلا: انا قادر نخلق الفرق في شهر، كل نهار كندوزو كسلان هو نهار كنخسر فيه حلمي. النجاح ماشي سحر، النجاح عادات يومية. نفترض انت غادي تراجع 6 المواد، يعني اول حاجة خاصك تفهمها هي انه اول حاجة الشهر فيه 4 الاسابيع، يعني 30 يوم تقريبا. لو كنت غادي نراجع كل نهار 6 ساعات فقط، راه عندك 6 غادي تضربها في 30 غادي تعطيك 180 ساعة. يعني راه وقت كافي وزيادة كاع إلا كنتي عارف كيفاش تخدم وتخدم بعقلك. نبداو في أول خطوة، هي تصنيف المواد. خاصك أول حاجة دوك المواد ديالك تقسموهم 3 ديال الأنواع. أول نوع هي مواد مفهومة وسهلة، يعني دوك المواد اللي ما كتحتاجش واحد ليفور بزاف تبدلو، يعني بحال قلت التربية الإسلامية، الاجتماعيات إلى غير ذلك. كاين تاني نوع هو مواد متوسطة الفهم، يعني بحال الفرنسية، بحال العلوم الطبيعية، يعني خاصها شوية د الجهد. ثالث حاجة
غنجيو هي المواد اللي صعيبة وثقيلة في الفهم ديالها، بحال الرياضيات، الفيزياء، الفلسفة، يعني كتحتاج واحد الوقت كتير بزاف. نجيو دابا للخطوة الثانية اللي هي كيفاش توزع هاد الساعات الأسبوعية. يعني مثلا كتقرا 6 سوايع في اليوم لمدة أسبوع، غادي تكون عندك 42 ساعة. قسمهم بحال هكا، مثلا المادة الصعيبة واللي ثقيلة في الفهم عندك 2 مواد، غادي تعطيهم الساعات الأسبوعية 20 ساعة، يعني ساعة ونص يوميا لكل مادة فيهم. عندك المادة الأخرى اللي متوسطة الفهم، حتى هي 2 مواد، يعني 14 ساعة أسبوعيا، اللي هي ساعة كل يوم. وبالنسبة لأسهل مادة اللي نقدروا نعطيوها فقط 40 دقيقة كل يوم لكل مادة سهلة. يعني اللي بغيتك تفهم من هذا الشيء هذا هو أنه خاصك تقرا 6 المواد في نهار واحد، ولكن تعرف كيفاش توازن بيناتهم. نعطيك واحد المثال ساهل الا قدرتي تتبعو، ولا الا ما قدرتيش يعني ديرو انت من راسك، دير برنامج ديالك انت خاص. مثلا الانسان يفيق مع 8 الصباح، من 8 حتى 9 ونص يدير مثلا مادة الرياضيات، من 9 ونص ل 11 يدير مادة الفيزياء، موراها ياخد واحد الاستراحة ديال ساعتين، موراها يرجع مع اللوحدة، يعني من اللوحدة حتى الجوج يدير علوم طبيعية، كذلك من جوج ثلاثة يعني ساعة يدير فرنسية، من بعد يستراح تاني واحد المدة ويرجع تاني مثلا مع 4 ونص إلى غاية ل5 أو ل5 و10 دقائق يدير التربية الإسلامية، موراها يدوز مباشرة مثلا للاجتماعيات. وممكن تبدل الترتيب يعني انت والراحة ديالك وانت وداك الوقت اللي باغي تستغلو، حيت كاين تاني اللي عنده شي حوايج اخرين خاص يديرهم، يعني ماشي بالضرورة يبقى مقابل غير هادشي هذا النهار كامل. حوايج اخرين باش انك تنجح في هذا المخطط هو انه كل اسبوع خاصك دير مراجعة شاملة لداكشي كامل اللي قريتي، وتحاول انه ولو واحد النهار في الاسبوع يكون راحه او اللي يكون مراجعه خفيفه، وتبدل من ماده لماده كل ساعه او ساعتين باش ما يكونش الملل، وانك تخدم التقنيه ديال الالوان في الملخصات ديالك باش انك تسهل كيفاش انه تثبت المعلومه في راسك. عندك تقريبا 180 ساعه، حاول انك ديرها بحال شي حرب قدامك، وخلي كل دقيقه تخدم حلمك. ماشي ضروري انك تكون واعر في كل ماده، ولكن خاصك تحارب في كل وحده. شهر راه ماشي شي حاجة اللي قليلة، شهر راه فيه أكثر من 40,000 دقيقة، يعني 40,000 دقيقة تقدر تبني بها المستقبل ديالك. يعني وهذا الشيء هو الفرق بين واحد كيحلم وواحد كينجح، حيت الناجح كيخدم وكيسكت، ماشي بحال واحد تيبقى غير يحلم.